بس انت لو حد قالك جولي هتزعلي. ايه القرف اللي بيتقال ده؟ تعملي اعلان يعني انت نسيت حاجه بس قولها انت ما تقوليها انت. قال يعني انا كده بقى فاهم صايعه وبجيبها لهم من بعيد. ازيك يا جولي عامله ايه؟ يا بلاش تناحس بجد. محدش يقفل محدش يقول كت قاعدين بتضحك من قلبك والموضوع فرحان قوي. تعملوا لايك سبسكرايب فولو. يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي. معاكم يحيى خليل وجولي الخولي في بودكاست الاتش ار الطيب. خليني اقول لكم احنا هنعمل ايه معاكم الفتره اللي جايه، بس انا حاسس ان انا اوفر قوي. ستوب اوفر صح؟ تو ماتش اتفضلي، يعني اتفضلي. المفروض الموضوع هيبقى اخف من ايوه كده. صح ازيك يا صح. يحيى؟ الحمد عامل لله. ايه؟ ازيك يا جولي؟ كويس. كله حلو الحمد لله. عرفنا بنفسك الاول كده بالراحه، قول لنا ايه اوكي الدنيا بدل ما نخش في الموضوع على طول. ماشي طيب واحده واحده كده مع بعضينا. انا اسمي يحيى خليل. انا درست حقوق واتخرجت من كليه الحقوق في 2012، وزي اغلب الشباب دي شهاده موجوده في الدرج عندي دلوقتي، ما عملتش بيها اي حاجه خالص، يمكن شويه تدريبات وقت الدراسه وهكذا، بس في الاخر ما اشتغلتش في الفيلد ده خالص. اول ما اتخرجت اشتغلت في مجال خدمه العملاء. دي كانت البدايه خالص. كنت باشنت قوي في حته التدريب، لما شفت كمان ناس بقى بتدربنا على السيستم وسوفت سكيلز وحاجات كتير كده كانت بتحصل قدامنا وما كنتش فاهم اي حاجه في البدايه. بس كنت باشنت انه واحد واقف قدامنا بيشرح والناس كلها بتساله، فكنت حاسس انه الحته دي لذيذه قوي. حاولت اروح لها فتره، ولو لقيت بوزيشن مثلا فيكنسي مفتوحه احاول ان انا ابلاي عليها، بس محتاجين 9000 سنه اكسبيرينس، فمعلش والله مش هينفع تبقى معانا ايوه وهكذا. فلقيت ان القصه دي مقفوله شويتين، فاشتغلت في مجال خدمه العملاء. قعدت تقريبا يمكن سنه. في نهايه السنه كان في فيكنسي اتفتحت ان هم كانوا عايزين ترينر يدرب الناس على ازاي يستخدموا السيستم وايه اوكي. البرودكت نولج بتاعت الاكونت اللي احنا كنا بناخد كولز فيه وهكذا. فابلايد على البوزيشن، وسبحان الله بقى يعني الواحد كان في الاول متضايق وحاسس انه دخل حته مش بتاعته وهكذا، بس حته التريننج اللي انا كنت بحبها قوي جات لي في الفيكنسي اللي اتفتحت دي، ومن هنا بدات الرحله يعني. قعدت تقريبا في مجال خدمه العملاء يمكن 5 أو 6 سنين. بعد كده غيرت بقى الاندستريال شيبنج واللوجيستكس وهكذا. تقريبا بداتها من 2018 2019 لحد دلوقتي. ف ان جنرال كده انا بعمل ايه؟ انا مسؤول عن التدريب في الشركه اللي انا موجود فيها حاليا، لكل الامبلويز اللي موجودين يعني فيها. وبعيد بقى عن البيزنس والحته البروفيشنال، انا بشتغل از فويس اوفر، ودي حته انا باشنت بيها جدا، بس باين سيبكم من قوي في الافوره اللي الانترو. حصلت في ايوه. الاول دي. انا باشنت قوي في حته الفويس اوفر، وبعملها يمكن بقالي 9 أو 10 سنين او اكتر شويه كمان. وكمان بدرب الناس اللي بتبقى حابه اصلا تدخل مجال الفويس اوفر على ازاي يدخلوا الفيلد ده، ايه الفويس اوفر، ايه انواع الفي او، ازاي تختار المايك بتاعك مثلا لو انت عايز حاجه تبدا تشتغل بيها فويس اوفر، حاجه بروفيشنال يعني. يعني ده سريعا انا كنت كده من يحيى. المتدربين اي اللي نعم اي بدأوا نعم اول اي راوند. نعم اي نعم. يس. قولي لنا بقى مين جولي. طيب انا جولي الخولي، انا اتخرجت 2011 من تربية فرنسي. وبرضو يعني كنت عمالة افكر ايه الحاجة اللي انا بحبها او نفسي اشتغل ايه. كنت فاهمة اي حاجة في اي حاجة خالص، ولا اوكي كنت اعرف ان في حاجة اسمها اصلا student activity، ولا ممكن اكتشف نفسي خالص. فاول سنتين اشتغلت حاجات ترجمة، كنتش فاهمة اي حاجة في اي مهم. حاجة. مش لوحدك. لا يعني مش لأ، كنت لوحدك. باترجم كمان حاجات عربيات من English لFrench وFrench لEnglish، فأنا ما كنتش فاهمة يعني فاهمة French اوكي. لوحده وEnglish لوحده، إيه اللي بيتقال بقى أنا مش امم مجمّعة، فما حاجات انبسطتش تكنيكال خالص. شويتين. very technical، كان صعب اوكي أوي يعني. وبعدين قعدت سنتين في الموضوع ده لغاية لمّا قررت إنه لأ، يعني الدنيا قفلت والشركة نفسها سحبت استثمار في البلد من الفترة دي يعني. اوكي وبعدين قعدت أدوّر على إيه شُغلانة، وأنا كنت طالعة تالتة على الدفعة، فلازم أشتغل شُغلانة فظيعة. طبعًا اوكي. اشتغلت شُغلانة الشعب كُلّه وهي الcall center، وهناك اهلا اتعرّفت على بيكي حضرتك يا اهلا فندم. بيكي اهلا بيكي. أنا ما كنتش حابة خالص الموضوع، بس day one لمّا شُفت trainer برضه حسّيت إيه ده حلوة دي، أنا عايزة أشتغل الشُغلانة دي، وده اللي نوّر الدنيا. اوكي. قعدت برضه حوالي سَنة وشهر على السماعة، ما كنتش طايقة نَفْسي، باقطّع شراييني، لغاية لمّا كان كل اللي في بالي إن أنا عايزة أخُش الحتّة بتاعة الtraining دي. اوكي. بعدها بشوية ابتديت دخلت فعلًا الموضوع بتاع الtraining، قعدت فترة وأدركت إنه الtraining الحقيقي ما لوش علاقة أوي بالproduct knowledge، وحسيت إنه لأ، أنا محتاجة آخُد courses أكتر وحاجات أكتر، فابتديت أدرك إن يعني كان أول مرّة أكتشف إن الtraining ده part من الHR، ما كنتش أعرف برضه يعني. اوكي. فأنا آخر 10 سنين كلّها في الجزء بتاع الlearning and development، أو اختصارًا اسمه الL&D. وحاليًا أنا
مديرة التدريب في شركة ليها علاقة بالإي-كوميرس أو يعني startup ليها علاقة بالإي-كوميرس والlogistics والفكرة بتاعة يعني سوبر ماركت أونلاين. أوكي. وحاليًا أنا بادرس يعني إن شاء الله أكون خلّصت وإحنا بنذيع لمّا الحلقة الحلقة دي. تتذاع إن شاء الله. يعني أنا في المفرمة الأخيرة دلوقتي بتاعة الfinal project والthesis. أوكي، إن شاء الله هاخلّص قريب وأبقى معايا ماسترز إن شاء الله إن شاء الله. من ليفربول جون موريس. بالتوفيق، Thank you. بالتوفيق إن شاء الله. طيب إحنا قعدنا نتكلم شوية على فكرة الlearning and development والtraining وهكذا، بس خلّينا نفاجئهم إن إحنا مش ده اللي جايين نتكلم فيه أصلًا، Exactly. فعايزين نقول بقى ليه الHR الطيب. Yes. فخلّيني الأول أقول إنه إحنا دايمًا الناس بتبُص لنا في شركاتنا أو في أي مكان بنشتغل فيه سواء full time freelancing وهكذا، إنه إحنا تحت الumbrella بتاعة الHR function، ولكن إحنا الناس بتشوفنا أطيب ناس جوّه الHR. سمعة الHR سيئة جدًا في العموم. ده حقيقي. فدايمًا أنت HR فالناس بتبُص لك نظرة كده اللي هو لأ مش ما خُد بالك حبيتكش، منّه. ما حبيتكش، بس أنت trainer لأ أنت لذيذ، أنت كويس، أنت طيب، أنت ما عندكش عقد أنت نفسية، مش الحاجات دي كلها. تستسان الثعبان، أيوه. بالضبط، بالضبط. فلأ ما بيقلقوش مننا خالص. فمن هنا جه اسم الHR الطيب. فخلّينا برضه نوضّح إنه اللي إحنا جايين نعمله هو مش فكرة بقى training أو نقول لك تعمل دي إزاي أو تسوي دي إزاي، لأ إحنا عايزينك أو عايزين الناس اللي بتسمعنا تعيش جوّه situations إحنا عشناها في الcorporates اللي إحنا اشتغلنا فيها، أي مكان إحنا اشتغلنا معاه as a freelance trainers وهكذا. فإحنا مرّينا بشوية حاجات، اشتغلنا مع مجموعة من المديرين المختلفين، اشتغلنا في cultures مختلفة، اشتغلنا مع ناس بmentalities مختلفة، فده اللي إحنا mainly هنبقى بنتكلم فيه. فشوية tips and tricks ليها Yes. علاقة بإنه لو أنت شخص بدأ يشتغل لسه متخرّج زينا كده ما كناش فاهمين حاجة في الأول خالص، فإيه الحاجات اللي تاخد بالك منها وأنت داخل أي مؤسسة أو داخل أي شركة تشتغل فيها، دخلت team بتشتغل مع leader أيًا كان هو عامل إزاي أتعامل معاه، إزاي أتعامل مع الteam وهكذا. حابة تضيفي حاجة أو في حاجة في دماغِك؟ حاجة مهمة أوي، إحنا بنخاطب مين أو بنتكلم مع مين. إحنا ينفع أي حد لسه بيحاول إن هو يبتدي المجال بتاعه أو يحاول يفهم شوية إيه الopportunities الموجودة جوّه الHR أو برّه عامةً. ده أنت يعني في المكان المناسب، ده الtarget الأساسي بتاعنا. كمان الyoung professionals، الناس اللي بقى لها لحد مثلًا حوالي 5 أو 6، 7 سنين في المجال بتاع أو الexperience عامةً in general في أي industry كانت. إحنا هنبقى بنتكلم في الpart ده برضه أو للفئة دي. اهم. حاجة كمان مهمة إنه الوقت ده كله إحنا بنحاول إن إحنا نقول إيه الخبرة بتاعتنا، مش بس personal experiences. إحنا كمان هنحاول إن إحنا يبقى عندنا guests، ناس تُقال في مجالاتهم، بس. نبقى بنسألهم على إيه المواقف اللي حصلت معاهم، على tips professional يبقى اللي هو حاجات practical 1، 2، 3 أعمل إيه علشان أبدأ مثلًا في الcareer ده، أو إيه اهم. الchallenges. برضه إحنا هنبقى بنتكلم على المصايب اللي ممكن تقابلك وإزاي يس. تاخد short cut بدل ما تخش وتمشي الexperience بأبشع طريقة إن أنت اهم. تتعلم إن أنت تعدّي بالexperience وتُقع، فتبتدي تتعلم بعد ما يكون الموضوع بس اتعلمنا برضه. يعني فإحنا جايين من هناك بنحاول نقول لك إزاي تفهم أكتر يس. بدل ما تمشي نفس المشوار، فنختصر يعني وقت أطول. ده mainly الobjective بتاعنا. أوكي. برضه حاجة كمان ممكن أزوّدها على كلامِك، وهي فكرة إنه إحنا مش مدرسة اللي جايين نقول لك إنه ده صح اعمله أو ده غلط ما تعملوش. Yes. هو إحنا جايين نوصّل فكرة إنه إحنا عِشنا ده قبل كده، اتصرّفنا فيه بالطريقة الفلانية، فوصلنا لكذا. ده ممكن ينجح مع ناس، ممكن ما ينجحش مع ناس، فعشان كده إحنا هنبقى بنقول شوية نصايح in general، سواء أنت حد fresh grad، أنت حد بيlead team ولسه مثلًا ماسك الteam جديد، فمش عارف تتعامل مع الشخصيات المختلفة اللي معاك، فإحنا هنقول شوية حاجات ممكن تنجح معاك، ممكن ما تنجحش، لإن ما فيش حاجة fixed صح وغلط. Yes. في حاجة أنا جرّبتها ضبطت، في حاجة جوليه جرّبتها ممكن تكون ضبطت، أنا آجي أجرّبها ما تنفعش معايا. Yes. فما فيش فكرة إنه ده الطريق اللي عايزين الناس تمشي عليه، مش Exactly. دي مدرستنا خالص، ودي حاجة برضه حابين نوضّحها في الأول. آآ هي حاجات إحنا عِشناها، شُفنا إيه اللي جرّبناه ونجح فهنقوله، وهنقول كمان إيه الحاجات التانية اللي ممكن الناس تجرّبها علشان في حالة إن ده ما ضبطش معاهم، ما نجحش معاهم، فأنا في عندي options تانية مختلفة. طيب خلّيني أسألك حاجة تانية بقى، بما إن إحنا الHR الطيب، اهم. عايزين نبُص بصّة على الfunctions اللي جوّه الHR. يعني
HR دي اختصار لإيه؟ إيه الfunctions الأساسية بتاعة الHR عامةً يعني طبعًا إحنا هيبقى معانا guests فاهمين يس. أكتر بالتفاصيل، بس ادّينا كده overview على الموضوع. بُصّي HR بشكل عام هي اختصار لكلمة human resources وrecently بقى ليها مسميات تانية كتير Yes. مختلفة يعني. لو هنتكلم أكتر على الfunctions اللي موجودة جواها، فأكيد هابدأ بالحاجة اللي إحنا شاطرين فيها ألا وهي الlearning and development. آمم، ده باختصار هو فكرة تدريب الemployees اللي عندي، سواء أنا باعمل onboarding لnew hires، أو عندي ناس مثلًا محتاج أقويهم في product معين، في حاجة معينة، محتاج أdevelop حد علشان أنا شايف ده potential leader في Yes. المستقبل، فدي فكرة إن أنا إزاي أجهّزه لposition هيبقى فيه قدّام. فدي فكرة الlearning and development باختصار شديد جدًا يعني. واحدة من الareas برضه اللي يمكن اشتغلت عليها بشكل قوي قبل كده، فكرة الperformance management. إنه فكرة إزاي تقييم الأداء، إزاي أصلًا نسَت الobjectives، إزاي يبقى عندنا goals smart لكل team بيشتغل جوّه المؤسسة نفسها. Yes. والحقيقة لمّا ما بيكونش في goals smart بيبقى في struggling بشكل مرعب، والناس بيبقى عندها challenges كتير جدًا whether موظفين أو الleaders اللي موجودين Yes. عندهم. صباح الفل الكلام على إحنا يا نشتغل على إيه، باشا خُد يا باشا أي حاجة وزّع آه. فلوس وخلاص على كده. الكارثة بتيجي لمّا بيحصل فكرة بقى الevaluation وإحنا مثلًا بنتكلم في quarter review إمم. أو في نهاية السنة في الend of year بقى performance evaluation. هنا بتبدأ تحصل بقى المشاكل اللي إحنا بنكون عمّالين ندّيها مسكنات طول السنة. Yes. فلو فعلًا الموضوع مش مبني على objectives smart بمعنى smart، هنا بيبقى في مشكلة كبيرة أوي. باحس إن الleader بيقلب هاني رمزي في فيلم بتاع غبي منه فيه وهو بيهيّصه يرمي فلوس ده حقيقي، ده وإحنا حقيقي، بنرمي bonus كده على الناس ده بدون حقيقي. أي وجع يعني. فالناس بتstruggle في الآخر إنه الemployee مش عارف يثبت للmanager هو عمل إيه خلال السنة، وفي نفس الوقت الmanager أو الleader بيبقى برضه مش قادر يقيّمه بناءً على حاجة يدّي له فيها feedback structured مبني على حاجة فعلًا قوية. فبتبقى الdiscussion أغلبها رايحة لفكرة أنا شايف، أنا حاسس، أنا إمم. عامل، أنا شُفت، لأ ما شُفتش، وهكذا. فدي أوكي. برضه من الحاجات اللي الواحد بيشوفها في فكرة الperformance management. على حسب بقى كل team ممكن يبقى في بعض المدارس تقول لِك لأ إحنا بنعمل زي quarter review which is very important عامةً، إن يبقى الناس مش بس نتقابل في شهر يناير إمم. نحط smart objectives، كان نتقابل في ديسمبر نكون أصلًا الobjectives دي فيها حاجات already برّه الtrack اللي إحنا وصلنا له دلوقتي، أو كنا المفروض نغيّرها بقى لنا قد كده، فنلاقي إنه أصلًا الemployee راح لtrack مختلف خالص غير Exactly. الحاجة اللي هو كان المفروض يحققها في النهاية. فالfrequent discussions أو الreviews اللي بتحصل كل quarter مثلًا دي حاجة من الحاجات المهمة. المشكلة الأكبر إنه في leaders أو بعض الناس تقول لِك هو إحنا مش فاضيين نعمل الكلام ده، إنه لأ إحنا نشتغل أحسن بدل ما نفضل نعمل reviews وdiscussions ده تضييع وافتح وقت. system بالضبط. فإحنا بنضيّع وقت. نفس فكرة برضه setting الsmart objectives، ما هو الناس عارفة هي بتعمل إيه، فإحنا ليه بقى نقعد نعمل ونحنتف ونحط percentage وincrease مش عارف 5% و10% والكلام ده. فالناس بتشوف إنه كل ما هو يتعلق بتنظيم الفكرة نفسها من البداية للنهاية أحيانًا بيشوفوه تضييع وقت. أوكي. which is في كلمة كده بالبلدي إحنا بنقولها دايمًا إنه الأهم من الشغل إيه، ضبط الشغل. بس كده. فهي دي الفكرة إنه الوقت اللي أنت بتشوف إنه بيضيّع وقت من الشغل أو إحنا أولى نعمل حاجات تانية، ده اللي هيخلّيك في الآخر تavoid خناقات كتير أوي ما لهاش أي معنى وهكذا. فالperformance management هو يعني بالطريقة هو ضبط الشغل. بالضبط كده. أوكي. وإزاي نmeasure بقى، إزاي أوكي. نmeasure علشان ندّي feedback فعلًا ليه معنى، علشان الemployee يبقى عارف إيه الحاجات اللي محتاج يضبّطها أو الحاجات أوكي. اللي محتاج يشتغل عليها to improve وهكذا. ماشي. فدي إيه فكرة تاني functions؟ الperformance management. ما تفكّري معايا طيب طيب يعني عشان ما ابقاش باقولهم كلّهم. أعتقد إن أكتر function مهم أو بيسموه شوية الoperations أو يعني أكتر حاجة بتبقى في ناس بتبقى متخيلة إن الHR ده هو بس اللي بيعمل recruitment أو الtalent acquisition اللي هو بيعمل الinterviews هو اللي بيبتدي يشوف مين اللي ينفع لأنهي شغلانة، يس. بس قبلها بشوية يعني الtalent acquisition مش مجرد الinterview فيها شوية حاجات أكتر من كده زي إن أنا ابتدي أشوف الjob description بتاعة الشخص ده، فاللي بيبتدي قبل الtalent acquisition هو الorganization development أو function اسمه الOD هو اللي بيبتدي يعمل plan للorganization نفسها هتبقى عاملة إزاي، الjob description التقسيمة، هو بيحاول إنه يلاقي تناغم على رغم اختلاف الfunctions اللي جوّه الشركة واختلاف الteams اللي جوّه الشركة، إزاي كلّهم
هيبقوا بيتحاسبوا بطريقة واحدة ليها علاقة بالobjectives الfinal بتاعة الشركة. اهم. فالOD هو اللي بيرسم الorganization، هو اللي بيرسم التقسيمة، هو اللي بيعمل الgrading بتاعة كل level، مين فين بيعمل إيه بالضبط، والتقسيمة بتاعة الشغل بناءً عليها بيتبني طبعًا الجزء بتاع الperformance management، وبيبتدي يعمل حاجة اسمها الcompetency framework. اهم. فالcompetency framework ده هو اللي بيقول إنه إيه الجدارات، الكلمة competency بالعربي جدارات، يعني الset of skills والattitude والحاجات اللي إحنا محتاجينها عشان الشخص ده يبقى مناسب للculture بتاعة الشركة. أوكي. وفكرة الculture مهمة لإن دلوقتي بقى كتير أوي كلمة الHR بتُستبدل بPNC أو people and culture. ده الtrendy أكتر، وده يعني مناسب أكتر، لإن البني آدمين مش resources، هم ده يعني حقيقي. بالعكس إنه اللي بيعمله team الHR ده هو إن هو بيset الculture، فعشان كده هو team people and culture. اهم. ده جزء كبير من الfunction بتاع أو functions بتاعة الHR. في function تاني مهم اللي هو Comp&Ben. مش كل الشركات للأسف بتجيب Comp&Ben اللي هو compensation and benefits. يس. ممكن تحكي لنا أكتر عن الComp&Ben؟ يعني Comp&Ben أول ما أنتِ قُلتيها كده، أنا ما أعرفش ليه جه في دماغي خناقات كتير بتحصل جوّه شركات مختلفة يعني، Yes. لإنه دايمًا هم دول الناس اللي بيبقوا مسؤولين عن فكرة تقييم الjob description ده والراتب المناسب ليه أو الsalary المناسب ليه. كل بقى ما يتعلق بالsalaries، كل ما يتعلق بالbonus الprofit، كل الحاجات اللي فيها فلوس اللي هي بتضايق الناس غالبًا بتبقى ليها علاقة بالComp&Ben أو الcompensation and benefits. Yes. فبيعملوا بقى حاجات كتير أوي ليها علاقة بالjob evaluation، كل ما يتعلق بالcash، كل ما يتعلق أوكي. بالفلوس يعني. فده الComp&Ben باختصار شديد جدًا. في ناس كتير بتحط الComp&Ben مع الpayroll بقى يعني، وده function تاني يس، شويتين، يس، يس، ده فبيبقى حقيقي. ليها علاقة شوية أكتر بالsalaries وإزاي نrelease الsalaries، وحتة بقى الattendance والقصة دي كلها بالضبط. بتروح للحتة بتاعة الpayroll. يس. طب ما وهو تحكي لنا sorry اتفضل. لأ، خلّيني أقول بس حاجة بمناسبة إنِّك قُلتِ إن الناس دايمًا بتخلط على ما بين الpayroll والحتة الComp&Ben وهكذا. هو in general الناس دايمًا بتخلط ما بين functions الHR وبعضها. Yes. يعني أنتِ مثلًا I believe إنه في شغلِك ممكن تلاقي حد جاي بيسألِك على حاجة ليها علاقة بالHR operations team مثلًا، أو حاجة ليها علاقة بمكتب العمل. عايز HR letter. بالضبط. آه. فدايمًا الناس بما إن إحنا الHR الطيب، فالناس بترتاح أكتر في التعامل معانا. Yes. فتلاقيهم دايمًا جايين يسألونا على حاجات ما لهاش علاقة بينا، فإحنا بنguide الناس على قد ما بنقدر، أو بنحاول نsupport على قد ما بنقدر. ودي حاجة أكيد مش بتضايقنا والله، بس هو فعلًا الناس دايمًا بتخلط ما بين إنه أنت HR فأنت عارف كل حاجة، Yes. بغض النظر بقى أنت trainer أنت مش trainer ما ليش دعوة. أنا عندي في أنا الشركة في ناس بتقول لي أنتِ تاجرة عبيد، اللي هو لا يا جماعة أصلًا مش بقى. أنا يعني هو أصلًا مش أنا سنان، يعني مش إحنا أصلًا، إحنا مش هنعمل كده. أوكي. طيب كنتِ عايزة تسأليني على حاجة. كنت عايزة أسألك على function فرفوش كده اللي هو الemployee engagement. ماشي. employee engagement هي الفكرة عامةً إنه أي مؤسسة بيبقى الناس بتشتغل فيها في teams مختلفة، حتى الناس اللي في نفس الteam على فكرة ممكن يبقى team مثلًا بيشتغل في القاهرة، نفس الteam ده موجود بقيته في إسكندرية، إمم. فتلاقي الناس دي أصلًا مش عارفة بعض. Yes. أو إنه مثلًا في team جديد أو new joiner مثلًا دخل team الcommercial أو team الHR أو أيًا كان يعني الteam اللي داخله. فالemployee engagement هي فكرة إن إزاي الناس تبقى أقرب لبعض، عارفين بعض، جاية من كلمة الengagement، إنه إزاي نengage الناس مع بعضها أكتر، علشان الموضوع ما يبقاش إن كل حد واخد كشكوله وكراسته وقاعد لوحده. أوكي. فده كده مش culture أو مش طريقة شغل بشكل عام. especially كمان الorganizations اللي فيها hiring وfiring كتير، فتلاقي ناس كتير بتمشي، ناس كتير بتيجي، especially طبعًا مجال الcall center اللي إحنا كنا أصلًا بدأنا فيه، Yes. فبتلاقي إنه أنا النهارده خلّصت shift رُحت تاني يوم لقيت ناس أنا أول مرّة أشوفها. أيوه. فهي الفكرة بقى إنه إزاي الteam ده يحاول يعمل activities ليها علاقة بإن إحنا نعلّي الemployee engagement. فتلاقي حاجات كتير بقى بتحصل، منها events مثلًا بتحصل especially في رمضان، فتلاقيهم مثلًا بيعملوا حاجة ليها علاقة ببطولة كورة، بينج بونج لو عندهم ترابيزة كده أيوه. لذيذة أو حاجة، بطولة PlayStation أحيانًا ما يضرش برضه. أيوه. فبتلاقي في activities كتير عامةً بتتعمل، فيها حاجات ممكن تبقى الbudget بتاعتها بسيطة جدًا in case إن الموضوع ما لوش budget يعني عالية،
أو إن إحنا ممكن نgo for بقى vendor معيّن يحاول بقى يساعدنا في حاجة معيّنة علشان نعمل مثلًا team building event كبير فيه ناس من أقسام مختلفة أو جايين من حِتت مختلفة وهكذا. فهي فكرة الemployee engagement باختصار إنه إزاي أخلّي الناس تعرف بعض، تقرّب مع بعض، لإنه مش منطقي إن إحنا هنعرف نشتغل سوا كويس وإحنا ما حدش فينا عارف حاجة عن التاني يس. أو ما يعرفش التاني أصلًا كويس يعني. فدي فكرة يس. الemployee engagement يعني. وفيها part كبير أوي حتّة وده الناس كتير أوي ما تعرفوش فيه part data analysis خطير في الحتّة بتاعة الemployee engagement لأنه الموضوع مش مجرّد شوية activities وinternal communication وهابعت إيميل للناس أعمل إيه، اهم. يعني ده ممكن نبقى غالبًا ناخد حلقة نحكّي يس. أكتر في الpart ده، لأنه إحنا لازم نعمل survey نشوف الناس متضايقة من إيه، يعني مش أذكى حاجة أوي لو أنا عملت survey ولقيت إن الناس مثلًا أنا عندي أكتر من pillar فلقيت إن في pillar بتاع belongingness ده الناس كلّها عالية فيه، فابتدي أفضل أدّي الbudget وأصرف على يس. الpart بتاع الactivities while إن أنا ممكن يبقى عندي pillar تاني زي مثلًا fairness الناس مش حاسة إن في processes fair ده بيطلع برضه من الsurvey لإن الpillar ده مثلًا واقع، فأخلّي ساعتها الengagement اللي أنا هاعمله أو الactivities اللي أنا هاجري وراها اهم. هي إن أنا أعلّي إحساس الناس بالfairness يس. الengagement فيه side أبعد من مجرد إن أنتم بتشوفوا employees داخلين بيعملوا حاجات بقى في مبسوطين وقت بقى Christmas وقت وبيتشقلبوا وبيمشوا على رمضان الحيط والكلام ده. بالضبط، يس. فده يعني حتّة أبعد. طيب إحنا ما دخلناش بقى في الجزء الضلمة شوية بتاع الinvestigations والER سترك يا رب. وpersonnel يا فيعني ساتر يا رب. يعني ممكن تحكي لنا أكتر على الحتّة دي؟ إحنا اللي بينظّم عامةً أي حاجة ليها علاقة بالشغل عمومًا هو قانون العمل. Yes. فده الteam اللي بيكون مسؤول عن إن كل حاجة تبقى ماشية طبقًا لقانون العمل. فمثلًا حد عمل أي حاجة ليها علاقة بإنه against الcompliance مثلًا. compliance بمعنى إنه امتثال أو إن الناس تبقى بتمتثل لقواعد معيّنة جوّه أي مؤسسة. بنسميها code of conduct. بالضبط، اللي هي الcode of conduct وبيتعمل لها بقى trainings وrefreshment كل فترة وهكذا عشان الناس تبقى فاكرة الinformation تعرف إيه الفرق ما بين الهدية والرشوة especially الناس اللي بتتعامل في الكاش كتير. Yes. فطبعًا لو في أي case بقى برّه المألوف أو against الحاجات اللي موجودة بتاعة قانون العمل، فهنا بقى بيحصل فكرة الinvestigation ونبدأ بقى ربنا نشوف الموظف يستر. ده بيعمل إيه وهكذا، بالضبط. فدايمًا الteam ده بيبقى مخيف شويتين لإنه ما ده حدش الHR بيروح له. الطيب أوي ده. أيوه، أيوه، أيوه. ده اللي الناس بتروح له بقى لو في كارثة. Yes. إنه إحنا رايحين لفلان ده معناها إن في investigation ده معناها إن ركابنا هتخبط على الجيران وإحنا ماشيين فهتلاقي الموضوع رايح بقى للاتجاه ده. أوكي. إيه تاني حابة نتكلم فيه؟ خلّيني أرجع تاني للنقطة اللي إحنا بدأنا منها، أوكي. يعني أنا مثلًا من حوالي 5، 6 سنين ما كنتش أعرف كان بقى لي 5 سنين باشتغل في الtraining بس ما كنتش أعرف إن ده جزء من الHR ولا أعرف الHR دول بيعملوا إيه ولا أي حاجة. أوكي. أنت دخلت أصلًا الدخلة بتاعة الtraining والHR عامةً إزاي؟ بُصّي، الموضوع بالنسبة لي كان صُدفة ما كانش planned خالص. زي ما قُلت لِك أنا اشتغلت في الأول كcustomer service ومنها بدأت إن أنا أتحرّك as a trainer وهكذا. بس خلّيني أقول لِك إن أنا في البداية اشتغلت. يعني أنا إمم. ما كنتش فاهم technicalities كتير أوي في الشغلانة. ما كنتش فاهم يعني إيه T&E، ما كنتش فاهم إزاي أصلًا بنdesign training material from scratch لو أنا ما عنديش حاجة كده أجيبها من على الرف علشان أروح أعمل Yes. الtraining الفلاني. طب إزاي build أصلًا الmaterial دي؟ فاشتغلت فترة الأول، بعد كده بدأت أروح بقى لفكرة الcertificates زي الTOT مثلًا instructional design إزاي أbuild الmaterial بتاعتي وrecently يمكن السنة دي في شهر 5 أنا كنت أخدت أول certificate ليها علاقة بالcoaching يعني كICF level 1 certified coach ودي شوية حتّة ده مختلفة شويتين ولكن هي بتsupport برضه في الحتّة اللي إحنا شغالين فيها كويس أوي. فأنا الرحلة بتاعتي كانت شغل شوية، خبّطت في شوية حاجات، عكّيت في شوية حاجات، بس في الآخر لمّا رُحت بقى للحتّة الtechnical إنه تعرف الknow how مع كل حاجة، Yes. بدأت relate للexperience اللي أنا عِشتها، إنه أوكي. أنا افتكرت دي لأن أنا هنا غلطت وعملت 1، 2، 3 فبدأت أربط المعلومات اللي أخدتها دي باللي أنا عِشته already. Yes. أنتِ بقى بدأتِ إزاي؟ أنا برضه كان نفس الحاجة، بس يعني خلّيني reflect برضه إنه كان من الحاجات اللي نفعني جدًا، إنه أنا لمّا ابتديت أدرس بعد ما عدّيت على experience ابتديت أrelate فعارف الإحساس اللي هو يا راجل! يعني كان المفروض أعمل كذا، فده يعني أدركت كَم من المصايب اللي إحنا أنا بعيد أوي عملتها كنا يعني بعيد أوي. ناس كتير أوي بتقعد تقول إن هو أول ما هيتخرّج أنا هاروح أعمل masters في كذا على طول، إمم. يعني
هتبقى مش فيها كل الفايدة زي ما يكون عندك experience تبتدي ترص بقى الحاجات اللي بتتقال كknowledge كtheories تبتدي ترصها مع الexperience تبتدي تطلع بقى حاجة حقيقية وlearning حقيقي فتبقى فاهم. وده أوكي. اللي بيفرق ما بين شخص هو عنده experience بس مش فاهم الknowledge بتقول إيه، واحد عنده knowledge خطيرة بس هو مش عارف عمره ما يطبّقها. طبّقها. إمم. الأحسن يبقى عندك الاتنين، يعني هارجع لحتّة برضه ليها علاقة بالlearning الشغلانة بتحكم أوي، إحنا بنتعلّم بأكتر من طريقة، واحدة من الطرق إن أنت تعمل إيه trial and error بس كل مرّة وأنت بتtry يعني بتجرّب حاجة تبتدي تشوف إيه الerrors بتقعد تحاول تصلّحها، ده بيخلّي إيه اللي بيحصل، أنت بتعيد اختراع العجلة من الأول وجديد، اهم. هو حاجة effective طريقة effective بس تاخد وقت طويل أوي عقبال ما تطلّع الknowledge. في طريقة تانية هي إن أنت تقعد تذاكر وتشوف بقى الbest practices الناس اللي قبليّا عملوا إيه، وأقعد أذاكر، 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 أذاكر. أحسن طريقة بالنسبة لي هو إن أنا أبتدي أدوّر على الbest practices وأعمل trial and error على الbest practices دي، ما ابتديش اهم. من البداية من الصفر، أنا بtry الحاجات اللي أنا شُفتها في الbest practices فده بيطلّع لنا حاجة جديدة إحنا قررنا نسميها ما فيش حد بيقول عليها كده Yes. ده تسميات يعني، الbest fit إنه ممكن تكون الكتب بتقول إن أنت لازم تعمل 1، 2، 3 بس الواقع ما فيهوش 3 ففي 1، 2 فإحنا الbest fit بالنسبة لنا هنعمل 1، 2، 4 مثلًا، إمم. هو ده اللي هيطلّع أحسن حاجة، فعشان كده رأيي إنه يعني مش صح، ما فيش صح أو غلط إن أنت تبتدي بدراسة أو تبتدي بexperience بس اللي نفع معايا أنا شخصيًا وكان أحسن حاجة وخلّاني أهضم أحسن حاجة، هو إن أنا ابتديت أشتغل شوية، لمّا ابتديت أدرس بعد شوية experience بسيطة لأ، الموضوع فرق كتير يعني. أوكي. فإذًا أحيانًا حماس الشباب في الأول ما بيكونش مطلوب، إنه يالّا روح ادفع لك مبلغ قد كذا علشان بالضبط. تروح تاخد التدريب الفلاني أو الكورس الفلاني، ففي الآخر أنت هتسمع شوية معلومات، بس ما عندكش بقى الحتّة بتاعة إنه أربط ده على الأرض إزاي، أو أمّا أروح أطبّقه أعمله إزاي وهكذا. plus الcommitment بيبقى يعني أنت محتاج commitment رهيب، فلو أنت مش متأكد إن ده المجال اللي أنت عايز تكمّل فيه، وإن دي الحاجة اللي أنت حاببها بجد، ودي الحاجة اللي أنت يعني somehow مخلوق لها، إمم. أنت ممكن تدفع فلوس كتير أوي وما تكمّلش، وده اللي إمم. بيحصل كتير أوي، باشوف إنه أنا دافع دم قلبي في course وحاسس إن أنا مكمّل عشان دفعت، أو أنا Yes. مكمّل أو أنا مش هاكمّل أصلًا، فابقى حاسس إن أنا فاشل. اللقطة اختار الأول واعرف أنت مين، بتحب إيه، هتعرف تعمله والّا لأ، then إمم. ادفع فلوس، أوكي. عشان يعني الفلوس ده ما رأيي. توجعنيش في الأول، بعد كده يبقى هي آه، المشكلة بالنسبة لي. yes. أوكي. طب خلّيني أسألِك سؤال، إيه الحاجة اللي بعد ما فهمتِ إيه هي الtraining والdevelopment وكل التفاصيل الtechnical behind الموضوع بعد ما اشتغلتِ أو مارستِ فترة، لقيتِ إنِّك كنتِ بتعمليها بشكل مش صح، واكتشفتِ إن دي حاجة لأ، محتاجين بقى حاجة واحدة؟ يعني دول ممكن كتير نكتفي أوي. بحاجة دلوقتي ماشي. مش كده باقول هنعمل لك حلقة تانية هاقول فاهمة؟ لك حاجة simple أوي بجد يعني، أنا كل ما أتفرّج على أي PowerPoint أنا كنت عاملاها قبل كده، أنا باقعد أضحك ضحك، على كَم الخطوط، على كَم بقى يعني أنا عندي حِس فني الصراحة فكان عالي في كهارب جدًا. جوّه الPowerPoint. يعني أنا عندي حِس فني عايز يتضرب بالشبشب يعني لا، لأ صعب يعني، فأنا كنت باحط ألوان وحاجات وعارف الحاجات بتاعة الanimation اللي بتقعد تلِف أيوه، بقى وتيجي بقى من في بعيد فرح، علشان أيوه. تظهر في جوّه في قال وسط يعني أنا الslide كده بقى. بقى فاهم صايعة وباجيبها لهم من بعيد فكان بيبقى في فأنا لمّا كان بيبقى حاضر معايا مثلًا حد فاهم graphic design بجد كان وشّهم بيبقى قرفان قرف، إمم. اللي هو إيه القرف اللي أنتِ عاملاه ده؟ بس ما فدي كانوش بيعلّقوا مثلًا ها؟ لأ بيتكسفوا عادي ما كانوش بيعلّقوا، يعني قليل trainer أوي برضه قد الدنيا فاهمة، مش هينفع قليل أوي نقول لمّا حاجة. الناس تعلّق plus إنه لأ يعني دي أكتر حاجة أقدر أقول لك إن دي كانت من الحاجات الكوارث اللي بتحصل، plus بقى كان يعني حاجات كتير زي إن أنت تحط knowledge كتير، 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 كتير يس. عشان تبان إن أنت فاهم والslides مليانة وأنت يعني مطلّع الناس متروسين knowledge ما فهموش أي حاجة، ما طبّقوش أي حاجة، فحتى للأسف. يعني كان ممكن أضحّي بالactivities لو الوقت زنق، فدي كانت من فاهتمينا بالtheory آه. أكتر من الimplementation وهكذا. إيه المصايب بقى اللي أنت كنت بتعملها؟ سيبك منّي أنا. حاسس إن ما فيش وقت أقول كَم المصايب اللي كنت باعملها، بس adding على اللي أنتِ بتقوليه، ممكن أقول لِك حاجة ليها علاقة بإنه لمّا كنا بنشتغل مثلًا على trainings معيّنة as per request من managers من team يس. معيّن، من department معيّنة. فأنا بدأت أشوف بعد كده إن إحنا كنا بنسمع الكلام في حاجات ما لهاش أي أساس من يس. الصحة، إحنا كنا بجد بنجري على الفاضي، إنه أنا عايز الناس تحضر معاك training علشان يطلعوا مبسوطين، آه.
ثانية واحدة هتحزم motivated. واجي لك. أيوه، أيوة. فاللي هو طب مبسوطين، أكّلهم حاجة، يعني عايزهم مبسوطين، جيب لهم خرّجهم يا سيدي، روحوا افطروا مع بعض في حتة. فاكتشفت إن إحنا في حاجات كتير كنا بنبني عليها بعض الtrainings والneed نفسها vague. ولا حاجة، اهم. هوا. فدي من الحاجات اللي بدأت فعلًا أتعلمها بقى بعد ما بدأت أطبّق فترة، وبعد كده رُحت للحتة بقى الtechnical أوي والcertificates وهكذا. فبدأنا نفهم بقى يعني إيه T&E، إزاي تbuild الTNE، إيه الquestions اللي محتاج تسألها علشان to get الneeds أصلًا من الmanagers وهكذا. فدي كانت واحدة من الحاجات اللي كنت باحس إن إحنا بنضيّع فيها وقت وeffort Yes. ومجهود بدون أي return on الinvestment اللي ما حصلش أصلًا، Yes. فاهمة؟ أوكي بس جامد. كده. طيب أعتقد إن إحنا يعني هيبقى عندنا وقت الحلقات اللي جاية إنه نتكلم أكتر عن أدرس الأول والّا experience الأول، طب أكيد. إيه الfunctions، يعني إحنا يمكن قُلنا حاجات كده overview عن كل function وإيه الneed بتاعته. اهم. بس أعتقد المرات الجاية ممكن نتكلم على شوية مواضيع يمكن بتهم الناس أول ما يدخل كده يصطدم بmanager جميل. Yes. Yes. فقُل لنا كده إحنا الحلقات الجاية هنبقى بنتكلم عن إيه؟ إحنا في الحلقات اللي جاية هنبقى عندنا topic ليه علاقة بhow to manage your manager. يعني أنا دلوقتي دخلت team، لقيت manager أيًا كان هو شخصيته عاملة إزاي أتعامل معاه. Yes. وفي نفس الوقت عشان ما نبقاش دايمًا إحنا باصين لجانب واحد، هو في أوقات أنا تصرفاتي بتخلّي مديري act معايا بطريقة معيّنة. Yes. فإيه الحاجات اللي أنا برضه محتاج آخد بالي منها علشان to avoid الclashes والمشاكل اللي ممكن تكون تحصل أو بتحصل نتيجة تصرُّف أنا باعمله مش واخد بالي منه، whether هو كان positive أو negative. Yes. لإنه في الحالتين بيؤدّوا لحاجات، وده اللي هنروح له أكتر باستفاضة في الحلقات اللي جاية. Yes. وطبعًا بعدها هيكون معانا guest، وخلّيه مفاجأة دلوقتي مش هنتكلم Yes. عنه خالص، علشان نبدأ نتكلم برضه أكتر عن فكرة الHR وندخل إزاي، طب إيه الحاجات اللي ناخد بالنا منها، طب لو أنا في team وعندي مثلًا clash مع مديري أتصرّف إزاي، أعمل إيه. فهنبدأ نعدّي على كل الحاجات دي برضه مع بعض. أنا super excited للحلقات اللي جاية، ويعني إحنا كمان حابين نسمع منكم أكتر، أنتم عايزين تسمعوا عن إيه أو إيه الexpectations بتاعتكم من Yes. الpodcast، نفسكم إيه الtopics اللي إحنا نحكي فيها، مين الguests اللي نفسكم تسمعوا منهم أكتر وتاخدوا من الexperience بتاعتهم advices تبقى واقعي. Yes. يعني هنستنى فعلًا recommendations وآراء الناس في الموضوع علشان نبدأ نشوف إحنا إيه الحاجات برضه اللي محتاجين نبُص لها أكتر. وأنا كنت مبسوط أوي إن أنا معاكِ النهارده. وأنا أكتر صدقني. لسه ما طلعش من عندي الشخص اللي بيرخّم عليكِ شوية، بس هيطلع في الحلقات اللي جاية طبعًا. ادعوا لي يا جماعة عشان هو لمّا هيمسك الرخامة أنا مش هاعرف أرُد، يعني مش يعني هاعرف بس أعمل حاجة. introduction، فإحنا بنحاول نبقى لطاف لُذاذ، ما فيش تنمر إطلاقًا خالص، ما فيش أي حاجة. ففي اللي جاي إن شاء الله يبقى في. 10 سنين تنمر. شكرًا يا جولي، شكرًا وإن يا شاء حازم. الله نتقابل الحلقة اللي جاية. إن شاء الله. شكرًا ليكِ. باي باي. باي.